انا حذرتكم كتير بلاش ناكل ولادنا السموم بايدينا. في براند كبير جدا، براند بلبن في المملكه العربيه السعوديه، بيتكلم تقريبا في 40 فرع. السلطات السعوديه قررت تقفل ال 40 فرع، ده بناء على التقارير اللي صدر من المملكه، ده نتيجه وجود حالات تسمم. طب تعالوا نتكلم يعني ايه بلبن وليه يحصل كده يا جماعه. اطباق بلبن، نتكلم مثلا على الكشري الحلو بتاع بلبن، هو تقريبا وزنه 400 جرام. انتوا عارفين ان في فوق ال 3000 سعر حراري، في دهون تعادل الدهون الموجوده في 6 كحكات، يعني بنتكلم تقريبا على 120 140 جرام دهون، 120 140 جرام دهون، ودي دهون نباتيه، الدهون نباتيه الاصل ودهون مشبعه. الدهون المشبعه هي قنبله موقوته، الدهون المشبعه يعني جلطات في القلب، ارتفاع في ضغط الدم، ارتفاع في الكوليسترول، دهون على الكبد. احنا بنتكلم على وجبه بترفع عندك السكر، وجبه بتؤهلك لو انت بري دايابيتك ما قبل السكري او عندك حمض انسولين، هي بتزقك في اتجاه السكر. بنتكلم على حاجه بتديك طاقه عاليه جدا وتنزل تهبط الطاقه بتاعتك في الارض. الجلايسيميك اندكس بتاعها سيء جدا، المعامل السكري بتاعها سيء جدا، بالتبعيه بتجوعك مش بتفيدك. احنا ليه بنعمل في ولادنا كده؟ مالها الحلويات التقليديه؟ عملت معانا ايه؟ عامة السلطات في المملكة العربية السعودية نتيجة وجود حالات تسمم أغلقت كل الفروع الموجودة في المملكة. ده نتيجة طبيعة المنتجات نفسها، دي منتجات معمولة من دهون نباتية وفواكه وشوكولاتة، ميكس غريب جدا ما فيهوش أي ذوق ولا تيست ولا طعم ولا أي حاجة. فبالتبعية عادي جدا منتج منهم يبوظ، عادي جدا منتج منهم يعمل لك تلبك معوي، عادي منتج منهم يكون تقيل على الهضم، عادي جدا الوجبات اللي زي كده ممكن تجيب فيروس كبدي. ايه، ارجوكم نخلي بالنا، مش كل حاجه طعمها حلو وشكلها حلو تبقى مفيده لصحتنا. ارجوكم خلي بالكم من اولادكم. انا ماليش دعوه، انا مش بهاجم البراند، انا بهاجم الفكره وبنقل لكم المعلومه. يا ريت ناخد بالنا، كونها بتعدي معانا اقسم بالله هي معديه بالستر. فيكم عاوز يعرف سعرات المنتجات دي او طبيعتها او اضرارها، يكتب لنا في الكومنتس وانا ارد عليكم. شكرا لكم.